اهلا بيكم مع مطبخ التوفير مع ام محمد. انت لو معاكي النهارده 40 جنيه وعايزه تعملي الغدا، يعني لو ميزانيتك في اليوم 40 جنيه وعايزه تعملي غدا يكون مشبع ومغذي لاولادك، تعالي هنعمل مع بعض الكشري المصري وهنكلفه 40 جنيه وهتعملي حله كشري كبيره تكفي الولاد وكمان مغذيه. انا جبت كيلو من المكرونه السايبه ب20 جنيه وخليت الراجل يشكلهولي يعني ايه مكرونه صغيره وكبيره وكمان فيها شويه من الاسباجيتي، وجبت كمان ب10 جنيه من العدس، وجبت كمان ب10 جنيه حمص. انا ما جبتش رز علشان انا عندي هنا رز، انتي ممكن تجيبي كمان نص كيلو من الرز. يلا نشوف هنعمله مع بعض ازاي، يلا بينا. اول حاجه انا هعملها، عندي هنا دي ميه سخنه هفضيها على العدس وكمان هفضي على الحمص علشان انا مستعجله، وكمان انا ما نقعتش الحمص فعشان كده يستوي بسرعه. انا هنقعهم لمده ساعه لحد ما حجم الحمص يكبر ويتضاعف معايا، وبعد كده هسلقه. ده شكل الحمص بعد ما سبته حوالي ساعة، حجمه اتضاعف بالشكل ده كأن يعني نقعته من بالليل، وده أسرع طريقة. هفضيه في حلة بالشكل ده وافضي عليه مية واحطه يتسلق ياخد معايا غلوتين واطفي عليه النار، وبكده يكون الحمص معايا استوى. عندي هنا 3 بصلات هم حجمهم متوسط، اي كمية البصل الكمية اللي انتوا بتحبيها. انا هعمل 3 بصلات معايا. انا قشرت البصل وغسلته كويس واقسمه نصين بالشكل ده واقطعه سمك رفيع خالص. انا عايزاه يكون سمك رفيع ما يكونش تخين علشان يتحمر معايا ويكون مقرمش. هي طريقته بسيطة جدا بالشكل ده لحد ما اخلص كل كمية البصل معايا اللي هم ال3 بصلات. بعد ما خلصت كل كمية البصل بالشكل ده انا قطعتهم برضو رفيع زي ما قلتلكوا. هجيب بقى طبق واسع واحط فيه البصل، طبق صينية اي حاجة يعني، وافرده بايدي بالشكل ده افصله عن بعضه علشان اعرف احمره، واحط عليه معلقة صغيرة من الدقيق. انا ما كانش عندي نشا فحطيت معلقة صغيرة من الدقيق برضو اتحمر وكان معايا برضو مقرمش وذهبي وجميل بالشكل ده. هقلبه. وعندي هنا الحمص بيتسلق على النار بالشكل اللي انتوا شايفينه، وعندي هنا حلة اللي هسوي فيها الكشري هفضي فيها حوالي كوباية من الزيت واخلي الزيت يسخن كويس. اول ما الزيت بدأ يسخن معايا فضيت فيه شوية من البصل شوية بشوية. انا مش عايزة اكتر عشان البصل يتحمر ويكون معايا واخد لون ذهبي ومقرمش، هو ما بياخدش وقت خالص. بدأ يتحمر معايا بالشكل ده. انا هطلعه اللون الفاتح بالشكل ده، هو لونه جميل بس مش عارفة التليفون مش ظاهره ليه يعني. ده لونه. هخلص كل الكمية بنفس الطريقة شوية بشوية صغيرين علشان البصل يكون مقرمش برضو. بعد ما حمرت البصل هي نفس الحلة، انا بس صفيت الزيت منها شطفتها كويس يعني شطف مدى تحمير البصل، وبعد كده فضيت حوالي نص كوباية من الزيت وخليت الزيت يسخن معايا كويس. وكان عندي هي معلقة شعرية واحدة فعشان كده زودت عليها معلقتين من لسان العصفور. وبعد كده هحمرهم كويس. ممكن تستغني عن الخطوة دي وتحمري المكرونة الاول. هحمرهم كويس، يعني مش لازم اوقف الطبخ عشان ما عنديش شعرية ولا كده، الواحد بيمشي اموره ويظبط الاكل بحسب الامكانيات اللي عنده. انا حمرتهم كويس بالشكل ده. بعد ما اتحمروا معايا واخدوا اللون الذهبي الجميل، عندي هنا ده كوباية العدس انا كنت نقعهم في مية. انا غسلتهم وصفيتهم كويس فضيتهم على الشعرية. هحمرهم بالشكل ده تشويحة يعني، اشوحهم مع الشعرية ومع لسان العصفور. وانا عندي هنا ده كوباية من الرز انا غسلاها
هفضيها برضو على العدس والشعرية برضو، اي حاجة احطها عليهم يعني هشلوحها الاول، يعني ايه مش هحط كله فوق بعضه، لازم احمر الحاجة شوية يعني بالشكل اللي انتوا شايفينه. بعد كده هفضي عليهم المكرونة. طبعا انا شلت منهم المكرونة الاسباجيتي هحطها في الاخر، برضو هقلب المكرونة معاهم مع الرز والعدس بقى، كله يتقلب مع بعضه بالشكل ده. بعد ما قلبتهم هظبط بقى الملح، بعد كده هظبط لها بقى المية برضو، واقلب بقى واشوف لو عايزة مية تاني بالشكل اللي انتوا شايفينه. طبعا هي كده المية بتاعتها مظبوطة زي مية الرز كده مظبوطة. وهفضي عليها بقى المكرونة الاسباجيتي احطها على الوش. مش كان ينفع احط المكرونة الاسباجيتي الاول، ما كنتش عارفة اقلب المكرونة والرز مع بعض. هحطها بالشكل ده افردها علشان ما تبقاش يعني ايه ماسكة في بعضيها. وهغطي عليه بقى واسيبه لحد ما يتشرب المية. بعد ما سبته حوالي 10 دقايق كده تشرب المية، انا متابعاه برضو ما سبتهوش. ده شكله بعد ما شرب المية بتاعته بالشكل ده. هقلبه تقليبة برضو بسيطة، المكرونة بدأت تدخل معايا في السوا برضو بالشكل ده. ههدي عليه النار واغطيه برضو واسيبه يكمل سوا. هي طريقته سهلة وبسيطة، ما بياخدش وقت معاكي خالص ولا مواعين برضو، يعني ايه مش مكلف برضو. هغطي عليه تاني برضو وهدي النار زي ما قلت. ده شكله خلاص بدأ يدخل معايا في التسوية. ههدي عليه النار واسيبه يكمل سوا. هحضر معاكم صلصة الكشري بطريقة بسيطة جدا. انا عندي هنا معلقتين كبار زيت من اللي حمرت فيهم البصل، هسخنهم كويس، انا عايز الزيت يسخن. طبعا الصلصة دي سريعة جدا وجت طريقة بسيطة برضو. هحط عليها معلقة من الثوم المفروم. عايزة الثوم معايا يتحمر ياخد معايا لون ذهبي. اول ما الثوم معايا يتحمر بالشكل ده هفضي عليه كوبايه من الصلصه البيتي اللي انا عاملاها. لو ما عندكيش صلصه ممكن تحطي كوبايتين كبار من عصير الطماطم واقلبهم مع التومه بالشكل ده، واظبط لها بقى الملح والكمون بتاعها. ودي معلقه الكمون، واحط عليهم كمان 3 معالق كبار من الخل، واقلب كل ده مع بعضه واسيبه ياخد غلوه على النار. كده الصلصه تكون عملتها صلصه بسيطه ما بتاخدش وقت خالص، بجد طعمها جميل. عندي هنا الصلصه بعد ما خدت غلوه انا قسمتها لطبقين بالشكل ده. هسيب طبق يعني ما احطش عليه شطه، احط على طبق معلقتين كبار من الشطه واقلبهم. تكون معايا يعني ايه صلصه حاره، واقلبهم كويس. انا ما بحمرش الشطه في الزيت، انا بحملها بالشكل ده عشان يعني الاطفال الصغيرين.
هعمل معاه كمان دقة الكشري اللي هي بالثوم والخل. عندي هنا حوالي معلقة صغيرة من الثوم المفروم، انا بحب الثوم ني كده محمروش. واحط عليه حوالي كوباية مية، واحط عليه كمان 3 معالق كبار من الخل، واعصر عليه عصير ليمونة. الدقة دي سريعة جدا، جربوها بالطريقة دي بجد هي بسيطة. واظبط لها الملح، واحط عليها معلقة صغيرة من الكمون، واقلب كل ده مع بعض. انا زودتها حوالي كمان نص كوباية من المية، واحط عليها كمان معلقتين من زيت اللي حمرنا بيه البصل، واقلبها وتكون الدقة يعني معايا كده جاهزة، دقة الكشري. ده شكل الكشري بعد ما استوى، وده البصل شايفينه بجد لونه ذهبي وجميل ومقرمش. انا هحطه على الكشري بالشكل ده. وعندي هنا الصلصة ودقة الكشري. زينته بالحمص. طبعا هو طبق بسيط وبجد مغذي جدا، يعني ال40 جنيه عملوا معاكي غدا هيكفي العيلة كلها ويكفي الولاد. بجد مغذي، يعني الكشري مغذي جدا، يعني العدس والحمص والرز والمكرونة أكلة يعني أكلة متكاملة. هي أكلة سريعة وبسيطة. أتمنى تكون الفكرة عجبتكم، وتنوروني في القناة بالاشتراك.